أولا وقبل كل شيء لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. إلى التفاصيل. تفاصيل جلسة غير مسبوقة بين قيادي البوليزاريو كادت تنتهي بأزمة. تمر جبهة البوليزاريو بخلافات بينية وسط قياديها منذ لقاء جنيف الرباعي حول الصحراء الذي حضرته موريتانيا والجزائر إلى جانب المغرب وجبهة البوليزاريو. وأفادت مصادر إعلامية من مخيمات تندوف أن مشادات كلامية عنيفة قد حدثت مؤخرا فيما يسمى ندوة الخارجية التي تنظم كل عام بمخيمات تندوف ويحضرها كل قادة البوليزاريو ناهيك عن ممثلين عن المكتب الثالث العسكري الجزائري بتندوف. وكانت المشادات التي كادت تخرج عن اللباقة قد حدثت بين وزير الدفاع في البوليزاريو ومسؤول التنظيم السياسي في الجبهة، وسبب الخلاف نتج عن حديث الأخير عن ضعف جهاز الدرك التابع لوزارة الدفاع، مما جعل وزير الدفاع يخرج عن طوره وينعت المسؤول بالشخص الضعيف والفاشل، ولولا تدخل عدد من الحاضرين لكانت الأمور ذهبت إلى الأسوأ. وتسعى الجبهة منذ سنتين إلى إثارة الكثير من التحركات المستفزة لجر المغرب إلى خرق وقف اتفاق إطلاق النار، لعل آخرها التهديد باختراق الكركرات لعرقلة رالي أفريقيا الذي يعبر المنطقة العازلة نحو شمال موريتانيا. وكان منظمو الرالي قد تجاهلوا تهديدات البوليزاريو التي وعدت الأمم المتحدة بالالتزام بالقرار الأممي الأخير الداعي إلى احترام وقف إطلاق النار. مجلس الأمن يعقد مشاورات مفاجئة وخاصة حول ملف الصحراء. برمج مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لعقد مشاورات بشأن نزاع الصحراء، وذلك يوم 29 يناير 2019، تهم مناقشة مستجدات نزاع الصحراء ومدى تقدم المسار التفاوضي بين الأطراف على ضوء المائدة المستديرة التي احتضنتها جنيف يوم 5 و6 من شهر دجنبر الماضي. المشاورات ستعرف حضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء هورست كولر، حيث سيستعرض مخرجات الجولة الماضية وبحث المسار الأممي قبل عقد الجولة المقبلة المرتقبة قبل شهر أبريل المقبل. كما سيناقش أعضاء المجلس عمل بعثة المينورسو وكذا الإكراهات والمعيقات التي تعترض أداءها للمهام المنوطة بها في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ظل انتقادات غير مسبوقة للبعثة الأممية تتهمها بالإخفاق في مهامها على مدى 3 عقود من الزمن، خاصة عقب التصريحات الصادرة عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.